عسلامة الناس كل. باهي احنا اليوم هذا ثاني نهار امس جيت باش نعمل لايف يا اخي قصة الضوء. اليوم كيف نفس العملية، باش نحكوا على المستجدات البيئية واللي صار الفجر متاع امس في شط سيدي عبد السلام، والاختناقات اللي وقعت وحالة الفزع والهلع اللي صارت معنا في ساعات الفجر الأولى. معنا الناس في السخانة القياسية كالعادة، معنا كل صيف معنا في السخانة. معنا هذا ما كانش يصير قبل، يقص الضوء ويقص الماء ويكملوا من فوق. معنا الناس وقت اللي طلعت فوق السطوحات معنا باش تحاول ان تلقى شويه نفس وتلقى شويه هواء، يسيبوا عليها الامونياك ويسيبوا عليها الاسودو ويسيبوا عليها الغازات الكل. هذاك اللي وقع امس الصباح معنا عشرات الحالات معنا نتاع الاختناقات اللي وقعت في شط سيدي عبد السلام، ونفس العمليه معناها ديما الحالات الاختناق هذه ماهيش في شط السلام بركه. معناها الجمعه التالي في غنوش معناها نفس الوضعيه، عشرات الحالات زاد في غنوش معناها وقع اسعافهم وحاله معناها غير عاديه. معناها الناس اللي وثقت وصورت لنا معناها في غنوش نفس الوضعيه قاعده متواصله. امس يظل الناس كلها شمت زاد الغازات موجوده في كل الاحياء نتاع جابس، وشمه وغنوش وشط السلام والمنزل وبحر وتبلبو والكازمه. معناها هذا الصيف، معناها هذا الصيف كيفاش تعديه الناس في جابس. هذا هو معناها الناس تحكي على أزمة المياه من أول العام، يجي الصيف ما فماش ماء. يحكوا على أزمة الطاقة، يجي الصيف ما فماش ضوء. ويحكوا على الحرائق، التوقي من الحرائق، حرائق قياسية سنة. أنا نتصور مالك أنا ما عملوش البرنامج نتاع التوقي من الحرائق شو كان ينجم يصير. معناها التوقي هاي تحرقت الدنيا، وهاو الضوء قص، وهاي الدنيا كلها. وقت اللي حنين الناس كلها نحكوا معناها في دولة تعاني من أزمة متاع مياه يحبوا يعملوا الهيدروجين. هذه هي اللوجيك متاع الدولة. في دولة معناها تعاني من أزمة متاع طاقة في عوض معناها تصير المشاريع. معناها ونسمعوا من 2015 معناها عديد المشاريع متاع الطاقات المتجددة اللي حبت تعملهم ستيك يتم تعطيلها. قال شنو نستنوا الشركات الأجنبية اللي تجي تعمل لنا الطاقة. وهذا حتى احنا في ستوب بولوشن وغيرها عملنا دي كونفيرونس دو بريس وتكلمنا على الشيء هذا ونبهنا معناها على الأزمات هذه. نرجع في نفس الوقت معناها وكان أولويات وزارة الطاقة اللي بالمناسبة معناها المدير العام متاعها بالحسن شيبوب والوزيرة تمت إقالتهم المدة الفارطة، واللي شاد تو بالنيابة هو الوزير متاع التجهيز متاع التشهير الصريح متاع الجوان. فوضع مزري كارثي. معناها امس زاد سمعنا خبر نتاع اقاله المدير الجهوي وتكليفه بالملف البيئي. يعني نحب نسال اذا كانت تمت اقالته، هو الرجل خارج في الريتريت معناها، اما اذا كانت تمت اقالته للتجاوزات البيئيه احنا سمعنا ان تم تعيينه زاد مكلف بالملف البيئي في جابس. معناها اذا كان هو السبب معناها الازمه البيئيه، معناها أنا الحق معناها كان عندي برشا ما نتكلم، لكن هاك تشوفوا في الظروف وتشوفوا في الواقع التعيس معناها ما فما حاجات نتصور أكبر من الكلام ووضع لا ينبئ بخير. دونك اليوم أنا نتصور في جابس مطلبنا واضح، تفكيك الوحدات. فما بعض المسكنات كما حكينا إقالات ولا غيرها. احنا بالنسبه لنا هذه راهي ما عندها ماناش معنيين بها. معناها شكون تم اقالته، شكون تم تعيينه، شكون تم كذا. احنا فما اختناقات قاعده واقعه اليوم. فما اليوم زاد قرانا في صفحه الولايه معناها لجنه اللي باش تشوف المياه اللي قاعدين يسيبوا فيها في البحر، المياه الكيميائيه. احنا جابس كامله يظل لي قاعده تتشكى من ان البحر معناها العباد اللحم ياكل فيها. معناها الناس كليكا
معناها حاله غير طبيعيه معناها موجوده في بحر جابس، عديد التشكيات، برشا ناس تحكي، برشا ناس عندها حساسيه في الجلده نتاعها، معناها تخرج تحك العباد ومش في بالهم الرجروج مات الرجروج، ما فماش رجروج في البحر بتاع جابس، ميت. معناها اليوم معناها 22 جويلية ولا 23 جويلية، معناها بعد برسك ما في شطر السيزون بتاع الاصطياف، تعريض حياة الناس معناها وصحتهم للخطر، والتجاوزات في حالة مواصلة سكب المواد الكيميائية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويا أخي اللي كان موجود معناها من تجاوزات وناس قاعدة تطيش في الفضلات الصناعية في البحر، وعباد في الكازما وعباد في البنغالو في جابس كامله، معناها الشريط الساحلي كل معناها قاعدين يعانوا من حالات معناها كارثيه معناها في كي يعوموا وكل شيء. هذا كل معناها ما نفيقوا به اليوم نهار 23 جويلية. على كل حال حتى لو كان مؤخر مثالش نقولوا هذه بدايه، وتنشوفوا انا باش نقعدوا نتبعوا احنا الايامات الجايه وين باش توصل معناها عمليه المراقبه والمتابعه اللي تعهدت بها ولايه جابس. ثم حاجة أخرى زادة مهمة يظل اليوم الناس كلها نحكوا على خاطر البعض أمس في البيان نتاع الحملة معناها تم تحميل رئاسة الجمهورية مباشرة المسؤولية حول الوضع الكارثي وحالات الاختناق معناها اللي وقعت، معناها ناس بنفس اللي وقع للتلامذة، معناها حالات نتاع ارتخاء في الأطراف، معناها صعوبة في التنفس. هذه جرائم مكتملة الأركان، واللي يقول خلاف هذا معناها هذه جرائم، واللي يتحمل معناها مسؤولية المواصلة نتاع الجرائم هذه رئاسة الجمهورية مباشرة، لأنها تعهدت بالملف. واليوم ما ثم حتى كلمة تقالت على التقرير اللي معناها هم كلفوا لجنه باش تعد تقرير برئاسه السيد علي حمود، اللي بالمناسبه زاد نقولوا له لازمك تتكلم ولازمك تكشف نتائج التقرير. وراهو اذا كان في الفتره الاولى الناس ما حاولتش انها معناها تعمل ضغط كبير على اليوم فما مسؤوليه اخلاقيه عند اللجنه هذه واعضائها، وفما مسؤوليه سياسيه واخلاقيه معناها، وحتى كان تحبوا معناها كي نحكوا على جرائم حتى معناها قانونية للمسؤولين أن يخرجوا يعطونا نتائج التقارير هذه. واليوم معناها جابس ما عادش تستنى، وهنا نشوف هنا اليوم في الصيف الناس من المفروض تصيف عطلة، ناس تتفرهد، وحني معناها الناس ليس قصان المياه والضوء اللي هو موجود على الجمهورية كاملة، ولكن اللي ممكن زاد قصان الضوء هذا باش بعتالي كي يجوا الأجانب يستثمروا في الطاقة يقول لك على الأقل هاو باش يحلوا لنا مشكلة. معناها ينجم يكون نوع من التكتيك، ينجم فهمتني. اليوم السيادة الطاقية ما فماش تفريط فيها، معناها مسألة المياه هي مسألة أساسية، ماناش باش نفرطوا فيها في شكل هيدروجين أخضر ولا غيره. مسألة معناها حياة الناس وصحتهم هذه مسألة مش قابلة للمساومة. وحني كيما حكينا يظل الناس كلها بانت بالكاشف معناها وبالبروفة، كل شخص شنو معناها ولا كل جهه شنو معناها التكتيكات نتاعها وطريقتها في التعامل مع الملفات. الملف هذايا تحسم في 2017 بقرار من الحكومه بتفكيك الوحدات، وحسمها الشارع في جابس في تحرك استثنائي. حتى السلطه ماهيش قادره انها تعمل ربع، ولا انصارها ماهمش قادره حتى ربع التحرك هذاك. اليوم الناس لازمها تبقى ايد واحده ونبقوا متنبهين. هنا موجودين، هنا الناس كلها موجودين، نبقوا الناس كلها على فرد موقف وعلى فرد راي. وهنا قاعدين نشوفوا هاي البلاد معناها للمجهول، معناها ماناش فاهمين، معناها وكان في حاله حرب، معناها وكان في لبنان ولا في حاجه، انا نتصور على الضوء يخدم عندهم في فهمتني. واليوم ضروري ان الناس تبقى على نفس الموقف، والشعب يريد تفكيك الوحدات، وماناش ناسيين وراجعين وما زلنا حتى لين نفتكوا كل حقوق. وكالعاده ديما نفس الشعار، الشعب يريد تفكيك الوحدات.